لقاءات ولإرسال المراسلات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود. كان الأخ أصلا أنت قلت له طموحات سياسية. الأخ ليس في أي حزب سياسي وليس له طموح سياسي على الإطلاق، وإنما هو عالم دين يأتي إلى بيته الشباب ليستمعوا محاضراته فيتحدث معهم كأي أخوان يتحدثون مع بعض. ملازم يتحدث فيها فكرا، وهو صاحب حركة ثقافية ليس لديه لا تشمل أو تنطوي على أي مؤامرة على أحد على الإطلاق. لديه حركة ثقافية، لم يتحدث عن السلطة، لم يتحدث فيها يعني عن الدخول في السلطة وقلب النظام وما إلى ذلك على الإطلاق، وهو واضح جدا. أخي حسين ادعى النبوة، أنكر السنة المحمدية. أخي حسين ادعى النبوة، ادعى أنه أمير المؤمنين. رسالة موجهة لرئيس مجلس النواب من مدير أمن أمانة العاصمة تتعلق بعدد من الأفراد اتهمتهم الرسالة بأنهم قاموا بالتفجيرات في صعدة واحتموا بحسين بدر الدين الحوثي بتاريخ 21/9/1994، أي بعد انتهاء حرب 94 بشهرين تقريبا. قاموا بإحداث تفجيرات في محافظة صعدة ووجدوا أنهم محتميون بعضو مجلس النواب حسين بدر الدين الحوثي، وعليه تكرموا مشكورين بإلزام المذكور بتسليم من ذكروا أعلى هذا، والذين قاموا بافتعال هذه الأعمال المخلة بالنظام والقانون والمس بسمعة وهيبة الدولة. شكوى مقدمة من أحد مشايخ مران إلى محافظ صعدة بتاريخ 13/8/1995 تتعلق بحسين الحوثي وأعوانه. هذه مقاطع منها. لا يخفى أن عضو حزب الحق في مجلس النواب حسين بدر الدين الحوثي يفتح المصائب في بلاد مران وبطرق سياسية وهمجية لا إدراك له بما يحصل من نتائج في عواقب الأمور. وقد فصل حسين بدر الدين منطقة مران من اللواء وجعله سلطة مستقلة عن العاصمة، فهذه الأعمال تؤدي إلى مشاكل لازم إبلاغكم بها. تصريح لمصدر أمني حول أحداث مديرية حيدان بصعدة. أدلى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بتصريح جاء فيه: قامت عناصر في مديرية حيدان بمحافظة صعدة بارتكاب أعمال مخلة بالأمن والاستقرار وخارجة عن الدستور والنظام والقانون، تمثلت في الآتي: 1. الاعتداء على أفراد الأمن والقوات المسلحة مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد منهم. 2. الاعتداء على المؤسسات الحكومية في المديريات ومنع الموظفين من أداء واجباتهم. 3. تحريض المواطنين على عدم دفع الزكاة الواجبة للسلطة المحلية. 4. اقتحام المساجد بقوة السلاح والاعتداء على خطباء المساجد وأئمتها والإساءة إلى دور العبادة وإثارة الفتن المذهبية والطائفية. 5. إنزال علم الجمهورية اليمنية من المباني والمنازل ورفع أعلام أخرى لجهات خارجية. الأخ يحيى قاسم، الأخ أحمد مطر كلفوا مجموعة تنزل تقطع خط ولد عمر. وكذلك مجموعة يقطعوا خط الحجلة من بعد بيت الحاوي ومن الجانب الآخر للشامي ومن أي مكان. هذا أهم عمل إضافة إلى المتاريس. خصوا شخصين ببوازيك مع 4 بنادق، عبارة عن فريق يحاولوا بأي طريقة أن يضربوا الدبابات ويصدوها.
كلموا الناس أن يتحركوا، وكل شخص يركز على قتل الجنود، وكل شخص يركز على قتل الجنود. مذهب جديد، مذهب جديد، هذا مذهب حسين الحوثي اللي يقول من سمعنا من أنصاره من لم يتبعه فهو كافر. فمن هنا يعني ما قد سبق العالم والداعي إلى مذهب ما قد سبق له يقول من لم يتبعه فهو كافر. التكفير هذا شيء عظيم. هو عالم دين يأتي إلى بيته الشباب يستمعوا محاضراته فيتحدث معهم كأي أخوان يتحدثون مع بعض. إنما هو عالم دين يأتي إلى بيته الشباب يستمعوا محاضراته، يأتي إلى بيته الشباب يستمعوا محاضراته. لا أريد صالح أحدا. ما رأيك بمن يأتي إلى بيتك ليريد أن يقتلك؟ ماذا ستفعلين؟ نحن ما حملنا السلاح ضد أحد، وكل الشعب اليمني يشهد بذلك. ما نريد إلا السلم، ما نريد الحرب، ولا نريد المشاكل، ولا نريد سفك الدماء. أنك شاركت في أعمال ضد الحكومة وضد القوات النظامية، يعني شاركت في التشجيع على العصيان المسلح وتنفيذ أعمال إرهابية، يعني ووفق المعلومات المتوافرة أيضا. نعم. لا يوجد شيء اسمه تمرد، لا يوجد شيء اسمه تمرد. ما نريد إلا السلم، ما نريد الحرب، ولا نريد المشاكل، ولا نريد سفك الدماء. ما نريد إلا السلم، ما نريد الحرب، ولا نريد المشاكل، ولا نريد سفك الدماء. فلدينا جيش متمرس ومتدرب، يعني ما يتوقف، وقاتل اخواني وكله مقاتل. ويا عزيزي دارسين بيوتنا، حتى المساجد ما نستطيع نخرج نصلي في مساجدنا يا جماعة إرهابيين، وإحنا في بيوتنا، وإحنا في بيوتنا، وإحنا في بيوتنا. نحن ما حملنا السلاح ضد أحد، نحن ما حملنا السلاح ضد أحد، نحن ما حملنا السلاح ضد أحد، نحن ما حملنا السلاح ضد أحد. لا، لم نعتدي على شخص، لا، أصحابنا ما قطعوا طريق ولا قتلوا أحد ولا أخذوا مال أحد، ولو كان فعلوا شيء كان سهل. احنا بالنسبة لأصحابنا ما اعتدوا، لا قطعوا طريق ولا اعتدوا على أحد. طبعا لو جماعتنا ماخذين الطرق كلها، لا، لم نعتدي على شخص، لا، أصحابنا ما قطعوا طريق ولا قتلوا أحد ولا أخذوا مال أحد، ولو كان فعلوا شيء كان سهل.